لا، هو اتمنى ان الاداء ما يكونش اختلف، اتمنى تكون الناس حست انه هي نفس الشخصيه مكمله، لان دي كانت من الحاجات اللي قلقاني. انه تفاصيل معينه في الصوت والحركه وطريقه الكلام ومش عارف ايه تبقى فعلا، والتنغيمه دي تبقى موجوده ما بين الجزئين. بس بنشوف ملامح اكتر يمكن من شخصيته، بنشوفه وهو بيراجع نفسه، ان هو دايما ما بيقبلش قضايا غير لو مقتنع ببراءة الشخص. بيشوفه هو بيراجع نفسه في الموضوع ده، وهل ده صح ولا لا، هل المفروض يتغير في الحتة دي. فيمكن دي احد الملامح يعني اللي بنفهمها اكتر عن شخصيته. بشوف انه في الاخر مفيش اي شخصية مش مركبة، يعني حتى لو احنا قلنا ان هي مثالية فده مش بعد واحد. يعني في اللي هو عدت بايه عشان توصل للمثالية دي. بنشوف الحرب اللي بينه وهو وبين نفسه علشان يفضل متمسك بالمبادئ والمثالية دي، لدرجة ان هو يجي على اخوه ويجي على الناس قريبة منه. فهي بالتأكيد هي مش شخصية أحادية الأبعاد خالص، فما قلقتش من ده. يمكن اللي قلقت منه هو انه الافراط في المثالية يبقى الجمهور يجزع منه، يحس انه خلاص بقى يا اخي ما خلصنا من الشعارات دي. فده اللي اتمنى ان يكون لعبناه بميزان حساس، سواء في الكتابة ولا في الاخراج ولا في ادائي، انه ازاي ان هو ما نبقاش رحنا للحتة اللي الناس تقرف منها او تزهق منها من المثالية. لا، تشوف ان هو شخصية ممكن تكون موجودة في الواقع، مش حاجة بس على الورق. بحس انه في ناس كده، وقابلت ناس فعلا عايزين الخير، عايزين يفضلوا متمسكين بالمبادئ، عايزين الحاجات تمشي صح. وشخصيات بتتعب طبعا في الدنيا لانه كل حاجة حواليهم مش ماشية صح. ما هو يعني انا مش هدعي المثالية زي لطفي، بس انا بحاول ان انا اكون دايما عندي ضمير في شغلي، عندي ضمير في علاقاتي بالناس، بحاول ان انا اتحسن دايما على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني. يعني يمكن دي التشابهات. طبعا احب جدا ان انا انوع واحب اروح لده شويه واروح لده شويه، والناس تشوفني في مواقف مختلفه وفي ادوار متنوعه طبعا. هي ضحك لدرجه انه مش يعني المشهد بيبوظ، يعني في في حاجات عمرو بيعملها او بيقولها خلاص انا ما بقدرش افضل ماسك نفسي وابقى وشي جد زي لطفي. فبنضحك وبنبوظ وبنعيد المشهد من الاول. وحاجات بتبقى وليدة لحظة، وحاجات بنبقى متفقين عليها، وحاجات بتبقى في الورق. لا، هو عمرو شخص دمه خفيف فعلا، واتبسطنا جدا جدا مع بعض، وعملنا ثنائي كده بره يعني بره الكاميرا وبره المسلسل. هو يعني صديق انا بعزه جدا جدا، وحقيقي قربنا من بعض، وده سهل يعني الكيمياء دي ظهرت على الشاشة ما بيننا. والله المشهد ده انا كنت خايف منه جدا وقلقان ومش عارف هيطلع ازاي. بس حاولت انه يعني اكون حقيقي بقدر الامكان، وهو مشهد في حد ذاته مؤثر. هو يعني هي خيانة، فمجرد انه الواحد يعني يتواصل مع فعلا انه قد ايه الخيانة ممكن توجع، وقد ايه حاجة زي كده لو حقيقي هتبقى مدمرة. فحاولت ان انا اكون يعني بقدر الامكان حقيقي ومرتاح عشان مشاعر حقيقية تظهر عليا، واتمنى يكون ده وصل للمشاهد يعني. هو اديكي قلتي كلمة السر في ياسمين رئيس. العفوية، هي عفوية جدا في مع الناس، عفوية في تمثيلها، عفوية في لقاءاتها. هي شخص فعلا حقيقي
وعارفه انه يعني اللي قلبها على لسانها، ففعلا لو هتقول حاجه فهي بتعنيها. فلو هي بتحبك فانت فاهمه انه ده حقيقي، ومفيش حاجه مستخبيه. فدي احلى حاجه فيها، وده باين في شغلها. هو لغايه دلوقتي مفيش تفاصيل عن جزء ثالث، ولكن الشخصيه بالعالم اللي اتخلق ده تتحمل انه يكون في اجزاء تانية بقضايا تانية. هو يبقى زي شارلوك هولمز يعني، فاتخلق عالم كده فيه شخصيات الناس عرفتها وتواصلت وارتبطت بيها. فممكن يكون لو في نية من الانتاج، ولو في سكريبت قوي بقضية جديدة قوية بشخوص غنية من استاذ محمد سليمان عبد الملك، ممكن نبقى بنشوف جزء ثالث. جدا جدا بيتي ده بيتي بصوت الانتظار، بالمطبخ، بالمكتب نفسه، بالأوضة اللي بنام فيها. والحقيقة قسم الديكور عمل شغل هايل، فكنت عايز اوصل ده بصراحة اللي بيتفرج، انه الحاجة اللي احنا بنشوفها طول الوقت دي في حقيقتها ايه وفي اصلها ايه، وان ده في استوديو. يعني هو بيعمل كسر شوية للإيهام، بس حسيت انه حلو الناس تشوف الكواليس دي. والله هو البودكاست اللي اختارني، وهو اللي اختار التوقيت. يعني هي الحاجة جت من وادي دجلة، هم اللي اقترحوني ان انا اقدم البودكاست ده. وبصراحة التوقيت كان مناسب جدا ليا في رحلتي يعني الشخصية، اللي انا بحاول اعمل فيها يعني بقرأ اكتر عن علم النفس، وببذل مجهود مع نفسي مع معالج نفسي، وعندي فضول حقيقي تجاه تجارب الناس وعلاقاتهم بأهاليهم وعلاقاتهم بأولادهم والعيلة ككل، وتكوينهم وتكوين شخصيتهم وإيه اللي أثر عليهم. فتجربة الحقيقة غنية جدا بالنسبة لي، واتبسطت في الدور ده. يعني ما كنت شايف نفسي مذيع على قد ما كنت شايف نفسي بس بستضيف حد، كأنه حد عندي في البيت، وانا عندي فضول كتير ناحية الشخص ده، وده بيبقى حقيقي. يعني كل الأسئلة نبع عن فضول شخصي، مش حاجة مجرد انا مجهزة وخلاص. عشان كده مش هسمي نفسي مذيع. انها تتكرر بشكل مشابه او مختلف ما عنديش مانع طبعا. طبعا في حلقات، يعني حلقة حنان مطوع من السيزون اللي فات وحلقة أمير عيد، دول عدوا 1,000,000 فيو، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لي. يعني هو أصلا بودكاست أنا ما كنتش عارف إن النوع ده ممكن يلاقي هذا الصدى عند الناس، وإنها لا تبقى مهتمة إنها تشوفه وتعرف المضمون بتاعه. فكان مفاجأة ليا ردود أفعال الناس، ومفاجأة ليا إنه أنا شخصيا يعني الحلقات دي بالنسبة لي من الحلقات القوية جدا. في السيزون ده برضو في حلقة فيفا عبده، وحلقة حلقة مع إياد، ومع تايسون، ومع فراج، ناس كتيرة. يعني اتبسطت جدا بالحلقات معاهم. لا هطلع ازاي بقى، دي حاجة الناس هتكتشفها وهي تتفرج، بس هطلع بشكل مختلف خالص شكلا ومضمونا. فانا متحمس للتجربه جدا جدا، وهي تجربه مميزه، ومع استاذ حسام علي المخرج واروما هم المنتجين برضو. فحقيقي متحمس، واتمنى ان هو يعجب الناس. السينما بخير. السينما في فيلم قصر الباشا ان شاء الله، ده هيتعرض يعني في قريب جدا، وهنشوف ان شاء الله، نسمع اخبار تانية عن السينما قريب. انا احب طبعا ان انا اقدم عمل استعراضي موسيقي زي الافلام الاستعراضيه. احب قوي قوي قوي، لانه ده هيبقى مناسب ليا. انا بحب يعني بعرف اغني والعب مزيكا واحب ارقص، يعني دي كلها حاجات شايف نفسي فيها جدا، وشايف احب ان انا اقدمها.
لو قصدك انه عمل موسيقي ان انا اقدم اغنيه او حاجه، برضو ده وارد جدا، ممكن ده، بس هو بحتاج الدافع يعني لازم يبقى، مش عايز اعمله من اجل الانتشار مثلا او من اجل حاجه، هبقى لازم يكون في حاجه هي اللي محركاني عشان المزيكا دي تطلع. يعني مريت بموقف او في حاجه شغلاني، فلحد دلوقتي ده مش موجود، وتركيزي الاول طبعا على التمثيل.